هلو يا حلوين، كنت قاعدة برتب أفكاري وبشوف محتاجة اشتري ايه الفترة اللي جاية للبيت، وحاجات كده تغيرلي من نفسيتي وحاجة تخلي البيت ريحته حلوة. انتوا عارفين انا بحب الشموع قد ايه. ومش بس كده، قلت اجرب الكونكريت اللي بنظم بيه بقى شوية حاجات كده. الاكسسوارات بتاعتي باظت، اتكعبلت في بعضها وباظت. عايزة كده الاكسسوارات، الخواتم، الحاجات، الساعات، كل الحاجات دي، المكياجات، المانيكير، كل ده. قلت اجرب الكونكريت اللي الناس كلها دلوقتي جايباه وشكله حلو قوي وبيخلي شكل البيت كمان حلو. على طول فكرت في اشطر واحده بتعمله وهي بيلا ستور. بيلا ستور عامله شويه حاجات تجنن. هنا كنت حابه اوريكم كل الحاجات اللي انا جربتها من عندها، واوريكم اللون اللي انا اخترته. طبعا تقدروا تختاروا في الكونكريت كل الالوان اللي انتوا حابينها. انا كنت مختاره ده لان ده اللون الاقرب لقلبي وقريب كمان من لون العفش اللي عندي في البيت. طبعا اخترت كمان روايح الشموع اللي انا بحبها، وهي روايح الفانيليا والكوكونات والحاجات اللي هي شجري، عشان انا بحب الروايح دي جدا. وهي بعتتهم شكلهم يجنن. هنا كنت حابه اوريكم كل شكل الحاجات علشان اوريكم واحده واحده كده هعمل بيهم ايه وهستخدمهم ازاي. وانتوا عارفين لازم استخدم الحاجه 100,000 استخدام. وتعالوا نشوف بقى الحاجات من عند بيلا ستور. اول حاجه كنت حابه اقول لكم ان جوده الحاجه تجنن. نيجي بقى على ده كان طقم كده مبخره، ودي العلبه اللي بتحطي فيها البخور. كلهم فيهم موضع حمايه كده من تحت علشان تقدري وانتي بتحطيهم على الترابيزه ما يجرحوش الترابيزه ولا يجرحوا اي حاجه محطوطين عليها. ده بقى بتحطي فيه البخور، وهنا تحطي الحاجات بتاعه البخور اللي هي الاقماع دي. بعد كده بقى ده عجبني شكله جدا وشكله شيك جدا كديكور. دي بقى دخلت قلبي. بصوا يا جماعه، الايد دي بقى ليها 100,000 استخدام. انا استخدمتها في الاكسسوارز، تمام. انت تقدري تستخدميها في الخواتم، تقدري تستخدميها تحطيها عند باب الشقه اللي جاي من بره يحط المفتاح بتاعه، تقدري تستخدميها في اي استخدام. واهم كل حاجه في الحاجات دي ان هي شكلها كديكور تجنن. يعني انت وانت حطاها في اي حته مميزه جدا، شكلها يجنن. لو حطاها على السراحه بتاعتك، او حطاها على البوفيه، حطاها على السفره، حطاها في اي حاجه، بجد تحفه. عجبتني قوي. حطيت بقى الاكسسوارز بتاعتي، خلاص مش هتتعقد في بعضها تاني وتبوظ. شكلها يجنن يجنن يجنن. عايزه اقول لكم ان انا جايبه لكم من بيلا ستور خصم 10% لاي حد من عندي. تعالوا بقى نشوف التحفه الفنيه دي فازه يا جماعه تجنن. سواء هتحطي جواها ورد او تحطي جواها اللي هو ده الحاجات اللي هي الورد الصناعي اللي انا جايبه. اسمه ايه انا مش عارفه اسمه. المهم يعني سواء ده او ده. بصوا بقى الشموع عندها تجنن. حتى الشموع عامله لها كمان المواضع الحمايه اللي تحت دي علشان تظبط الدنيا. بصوا بقى ده كان تري كده تحفه يجنن. الخامه بتاعته تحفه بجد. برافو عليكي بيلا ستور، عامله الحاجه بحب وشكلهم يجنن. ده بقى تستخدميه 100,000 استخدام. ممكن تحطي عليه البرفانات بتاعتك، ممكن تحطي عليه الشمعه، ممكن تحطي عليه الفازه، ممكن كده الاتنين مع بعض يبقوا ديكور يجنن. ده بقى كان كوستر برضو قمر. بصوا يجنن يجنن يجنن. الحاجه يا جماعه الوانها طلعت حلوه قوي، والماتيريال اللي انا ماسكاه في ايدي يجنن. بصوا انا هنا جربت ان انا احط مثلا الخواتم، الدبله، الحاجات على الكوستر. انا بحب استخدم الحاجات باستخدامات تانية خالص. طبعا ده كوستر، استخدميه زي ما انت عايزه. هنا بقى كانت الشموع. طلبت منها الشموع بالروايح اللي انا بحبها. ليه بحب الشموع في البيت؟ اولا في الشتاء بتدفي جدا البيت، ثانيا بتدي مود حلو جدا، بتطلع الطاقه السلبيه اللي في البيت. ده غير ان هي بتخلي ريحه البيت يجنن من غير ما ترشي اي معطر. وخصوصا ان هي بتستخدم كمان يعني شموع طبيعيه بتبقى ما فيهاش اي ضرر على مناخيرك. بصوا يا جماعه، فانيليا، ميكس فراوله مع فانيليا، كوكونات. انا بموت في الروايح دي. فجاه بتلاقي ريحه البيت عندك اتقلب من غير ما ترشي معطر ولا اي حاجه، وفي نفس الوقت بتبقى رومانسيه جدا جدا جدا. يعني ممكن تعملي كده يوم حلو لذيذ يبقى كله شموع وكمان ريحتهم حلوه. هنا بقى دول كانوا الفواحات دول بقى معاكي في الدولاب، معاكي في الادراج، علقيهم كده في الاوضه بيبقوا حلوين جدا. هي كمان عامله الفواحه تحفه فنيه. بصوا ريحتها تجنن. تعلقيها بقى في الدولاب، تعلقيها بقى تحطيها في الدرج، تعلقيها بقى في الاوضه، في اي حته، بجد بتدي ريحه حلوه قوي. ده غير ان هي شكلها يجنن. بصوا عاملاها بحب رهيب. وبعد بقى لما كل الحاجات دي كانت حلوه، قعدت بقى استجميت كده وعملت لي مشروب وشغلت الشمعه وافصل تماما واطلع كل الطاقه السلبيه. حابه اقول لكم ان في خصم 10% لاي حد من عندي في بيلا ستور. عايزه اقول لكم هتتبسطوا جدا جدا لما تدخلوا عندها، وهتلاقوا عندها كل اللي انتوا عايزينه. الحاجات دي حلوه قوي قوي قوي. سايبه لكم اللينك فوق وهتتبسطوا قوي من بيلا ستور.